هو شرط اساسي عندي ان الموتور بياكل زيت تبقى العربيه كده محتاجه عمره؟ يعني ممكن فعلا يكون طقم شمبر وممكن يكون جلد صمام. ببساطه كده لو عايز اعرف العربيه دي بتاكل زيت من جلد الصمام بعرف ازاي؟ اول حاجه بفك المانيفولد بتاع العربيه. بعد ما بتفك المانيفولد بتكشف على غرفه الصمام، وبالنظر بتقدر تحدد في تسييل على الصمام ولا لا. وفي حاله ان لو لقيت الصمام نفسه منزل زيت بيبقى هنا العربيه دي محتاجه ان هي تغير جلد صمام. طبعا بنطلع وش السلندر بره العربيه وبنغير حاجه اسمها جلد الصمام. جلد الصمام ده بيبقى رابر عادي، واي حاجه رابر بقى في الموتور اكازان جوان غطا كمات او السي كرانك امامي او السي كرانك خلفي بتغير المجموعه دي كامله. العمر الافتراضي بتاع جلد الصمام هو نفس العمر الافتراضي بتاع الجوانات كلها. طيب في حاجه تانية ممكن تخلي العربيه تاكل زيت، لو بلف التبخير فيه مشكله او مقفول او مسدود، ده طبعا عامل ممكن يخلي العربيه تاكل زيت. في اي حاجه تاني ممكن تخلي العربيه تاكل زيت؟ مواصفه الزيت لو غلط او لزوجه الزيت اللي انا بحطها غلط، خفيفه او تقيله مش مظبوطه على العربيه ممكن تتبخر. ولو المواصفه بتاعته مش مظبوطه حسب الكتالوج بتاع العربيه وحسب الشركه المصنعه محدده المواصفه بتاعت العربيه، فهتلاقي طبعا ان في استهلاك للزيت لانه هو مش مطابق للظروف التشغيليه بتاعت الموتور بتاع العربيه. فدي كل الحاجات اللي بتستهلك معاك زيت، فلو كان حاجه منهم مش شرط تكون عمره. وبالمناسبه مفيش حاجه اسمها الزيت بعد ال 100,000 بتغير اللزوجه وبتحط لزوجه تقيله والكلام ده مش مظبوط. انت بتحط اللزوجه الطبيعيه اللي هي مفروض مكتوبه في الكتالوج بتاع العربيه وبتمشي على اللزوجه دي الى ما لا نهايه. خليك عارف ان الزيت التقيل ده مش افيد للمكنه ولا حاجه، هو بيعمل لود على الشمبر بتاع العربيه وبيخلي عمره قصير. فتعامل مع شركه زيت كويسه عليها اضافات مانعه للاحتكاك عشان ما تعمليش مشاكل وتحافظ على عمر الموتور، وخليك تتعامل مع شركه كويسه. خليك فاكر انا نصحتك وانت براحتك.